بيضا مدحول ورسمك عنده قيمة، راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة. رجا بيضا مدحول ورسمك عنده. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. سلام بنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير أم نجم الدين. كما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم راني جبت لكم وصفة جواز بالعصبان، ووصفة الكسكس او البربوشه بالعصبان. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، راهي كي الصوره معبره. هنا كاين كيما اللي يسكنوا في الجزائر يديروا بزاف جواز بالعصبان. هنايا شاويه براسك نديروا العصبان بالشخشوخه، ولا شخشوخه بالعصبان، ولا بربوشه، ولا كسكس بالعصبان. نروحوا دركا لطريقه التحضير. جبت كوكوطه، لحت فيها شويه زيت وزبده، ولحت اكيد العصبان تاعي على حسب عدد افراد العائله. وهنايا كنت رحيت ثوم وبصله وطماطم. توابل وش استعملت كزبر، ملح، فلفل اسود، كركم، وفلفل احمر حار وحلو. واكيد كما على بالكم هذه الاكلات التقليديه راح نحبوهم شويه حارين. زدت لحت هذا الفلفل الصغير هذا، ما نباليش اسمه، المهم. ولحت معاها شويه معدنوس، شويه دبشه. كيما على بالنا المرق الاحمر يتماشى بزاف مع الدبشه. لحتو برك طلق لي بنا ومن بعد نحيه. كيما راكم تشوفوا هنايا حطيت لاكوكوط فوق نار متوسطه، راهي كي تتقلى. وجبت عود هذاك تاع الشوا، بديت نثقب فيه العصبانه نتاعي باش تطلق لي هذيك العصاره هذيك اللي لداخل، تطلق لي البنه تاعها. هنايا كانت العصبانه تقلات لي. جيت هنايا نشوفها، لقيتها تقلات. راح نمرقها بما سخون. البنات ديما نمرقوا بالماء سخون. انا اكيد هنا على بالي باللي كاين امهاتي وكاين صديقاتي راهم ماكي كثر مني في العمر، على بالي باللي يعرفوا يطيبوا الكسكس ويعرفوا يديروا العصبان. انا هنا جيت نفيد بها، بالك كاينين مبتدئات هذا وين باغيين يتعلموا، بالك طريقتي انا تكون خلاف يجربوها وتعجبهم. ما هذه هي. هنا البنات زدت بعد ما مرقتها لحت فيها زوج قرون تاع فلفل حار. وبعد ما هزت لي الغليه كنت قفلت لاكوكوت. ومن بعد جيت هنايا وش درت، من قبل كنت كي هزت لي الغليه لحت السناريه اللي هي الجزر، ولحت الخردل. هما الاولين باش يديو لي شويه في وقت في الطياب. ومن بعد كي طابولي زدت لحت البطاطا والجريوات، خليتهم هما الاخرين باش ما يطيحوليش. وزدت الطماطم المصبره. هنا العصبان راهي كانت ساعي طابت، سما كي وصلها نص طياب دخلها نص طياب. كنت لحت الجزر والخردل. كيما راكم تشوفوا المرق تاعي وجد، نحيت منه شويه درته في الحميصه وشعلت عليه النار. هنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا المرق تاعي اختار لي، جات بنينه ما شاء الله. هنا البنات اللي يبغيو سما يقدموه كجواز، راني سما قدمته لكم. اكيد مع فلفل حار لا جات هايله. بصح احنا كيما قلت لكم ما ناكلوهش جواز، نحبوه بالشخشوخه ولا البربوشه. كما راكم تشوفوا المنظر يشهي. هنايا بالنسبه اللي يحبوا يرافقوه مع البربوشه، راني جيت نعتلكم
كيفاه انا ندير. البنات انايا كي تكون البربوشه مشريه سما ندير لها شويه زيت برك ونفورها. اما اذا كانت مفتوله اكيد راح نسومها. هنا البنات كيما راكم تشوفوا انا استعملت بربوشه متوسطه. نورمالمون لما خانتنيش الذاكره كنت استعملت سفينه. درت لها شويه زيت ودهنت الكسكاس نتاعي بالزيت وراح نحطها تفور. بعد ما فارت لي هنايا جبتها وراح نجيب مغرف نحلها بالكامل. ونجيب ماء بارد ونبدا نشرب فيها. البنات هنا ما تستعملوش الماء السخون على خاطر هي سخونه ونزيدوا لها ماء سخون راح تتعجن لكم. دوك تشوفوا انا ما تعجنت ليش، جاتني مفروكه كل حبه وحدها. هنايا راني نشرب فيها. بعد ما نشربها نغطيها ونخليها مدة زمنية واحد 10 دقائق. بعد سما قيس ما تشرب لي هذاك الماء ونجي راني رجعت هنايا شربت لي. راني نفرك فيها بين يديا سما نحكها بين يديا باش تتحلي كامل كما راكم تشوفوا. ها هي كي تحلت لي جاتني على كيف ما تكعبرت لي ما عجنت لي وما زدت لها حتى اضافه ابار الماء. مازال ما زدت لهاش الملح. انا يا البربوشه نفورها 3 مرات. سما في الخطره الاولى سما في الخطره الاولى ها ما نزيد لها حتى اضافه. المره الثانيه نزيد نفورها ما نزيد لها حتى اضافه. المره الثالثه نزيد لها الملح. كما راكم تشوفوا هنايا هاني زدت نحيت التفويره تاعي الثانية هذه نورمالمون. ها التفويرة الثانية زدت شربتها. كما راكم تشوفوا هني سكت. كما راكم تشوفوا شربتها ورديتها وراني نفرك فيها بعد ما شربت لي وراح نردها تفور. راني درت لكم كل شيء بالتفصيل الممل. كما قلت لكم على بالي باللي بزاف تعرفوا تفوروا البربوشه وتعرفوا ديروا هاد الحوايج كامل. وشي هو انا نهز من عندكم فكره وانتم هزوا من عندي فكره نطوروا من قدراتنا. انا درك راني نهز ديزاستوس ونتعلم وهذه هي. هنا البنات كما راكم تشوفوا التفويره الثانيه كسما سي بون. نحيتها وشربتها وزدت لها الملح. وهنا راح نعطيكم استوس. انا كنت هزيت هذا لاستوس على عزوجتي ربي يحفظها. تحط الفلفل من تحت وتفور عليه يعطيها بنه يطلق فيها واحد البنه ما شاء الله. سورتو البربوشه اللي تكون مفتوله يعني تجي بنينه ما شاء الله. كما قلت لكم البنات كل ما تلقاو فرصه انكم تتعلموا انكم تهزوا افكار ولا حاجه تعلموا. راهو كيما هوش عيب والطبخ هذا راهو فن. كل ما نتعلموا كل ما نقولوا رانا نعرفوا يزيدوا يخرجوا حوايج جدد نزيدوا نتعلموهم ونزيدوا نهزوا على بعضنا. هنا سي بون راه هي كي فارت وكملت التفويرات تاعي في 3. راني زدت لها ملعقه تاع زبده سمغتها كيما نقولوا احنا وراني ندخل فيها. بعد ما ندخل فيها هذيك الزبده راح نلمها ونخليها ونغطيها ونخليها.
هنايا بعد ما كملت جبت لكم جبت لكم البكبوكة في طبق التقديم. كيما راكم تشوفوا كنت سقيتها وزينتها، واكيد كي نقولوا بربوشة ولا تليتلي ولا شخشوخة راح نرافق معاه سلطة فلفل حار. شوفوا راهي منا وراهي تشهي. راني دوكا ندير لكم في المونتاج، وراني والله غير سخفت نعاود ناكل منها. هذه هي. نتمنى حبيباتي وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله تجربوها بالطريقة هذه اللي درتها لكم. وتخليوا لي آراءكم والنتيجة في لي كومنتير. دركا ما عليا غير نقولكم حبيباتي نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى مع افكار جديدة وتدابير جديدة حبيباتي. وبغيت نرحب بمشتركاتي الجدد، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني ونورتوا قناتي. هذا ما كان. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.